1980 حصلت المأساة اللي غيرت حياته كلها. قرر الموت إن ياخد منه حبيبته ويحرمه منها. في يوم وصلها لشغلها في السفارة العراقية، وراح هو على مكتبه في شارع الحمراء. بعد دقايق سمع صوت انفجار كبير. وقتها تم تفجير السفارة العراقية انتقاما من صدام حسين اللي كان الرئيس وقتها. ودقايق بسيطة وصل له خبر مقتل حبيبته بلقيس. نزل الخبر عليه زي الصاعقة، فكتب فيها قصيدة ما كتبش أطول منها في حياته، قصة الحب والإرهاب، وفجر غضبه فيها على كل العرب، وسماها بلقيس. وأصدرها في ديوان ضم الجزء الأول منه أبيات القصيدة، والجزء الثاني ضم الصور اللي جمعته مع حبيبته. وقال نزار قباني في القصيدة: شكرا لكم شكرا لكم، فحبيبتي قتلت، وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة. وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي. بعد موتها ما قدرش يعيش نزار قباني ببيروت، وسافر للندن وعاش فيها لغاية ما مات. قتلوك يا بلقيس، قتلوك يا بلقيس.